السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الثاني الثانوي. كنت تكلمنا عن أول شيء في درس الحج، وهنكمل إن شاء الله أظن، أو توقفنا عند شروط صحة النسك. بيقول لي ما هي شروط صحة النسك؟ يعني شروط صحة يعني إيه؟ يعني الشروط اللي واجب علي إن أنا أعملها، لو ما عملتهاش فحج غير صحيح. دي شروط صحة غير شروط الوجوب. شروط الوجوب لو توفرت في الإنسان فواجب عليه الحج. طب شروط الصحة، قال لي لا، شروط الصحة دي لازم ان انا هي تتوفر فيه علشان الحج يكون صحيح. وهي اجمالا اسلام وبلوغ وتمييز. لازم يكون مسلم، لازم يكون بالغ، لازم يكون مميز. شروط صحة النسك اللي هو اعمال الحج يعني، قال اسلام وبلوغ وتمييز. وهذا التفصيل. قال هل يصح مباشرة الحج من غير المسلم؟ طبعا لا، لعدم اهليته للعبادة، ولا يشترط فيه تكليف. يعني ايه؟ يعني لا يشترط ان الانسان يكون مكلف. قال لا يصح النسك الحج من غير مسلم لعدم اهليته للعبادة، ولا يشترط فيه تكليف. لا يشترط إيه ده؟ لا يشترط فيه تكليف. يعني ينفع واحد يحج وهو صغير وهو مميز؟ قال لي لان في هنا التمييز. طيب لو حج وهو